مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، وثاني ما تنساوش تضغطوا لي على زر الجرس لأنها من شروط اليوتيوب الجديدة، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني. ومرحبا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، وشكرا جزيلا على تشجيعكم لي. اليوم جيتكم بوصفتين طبيعيتين رائعتين في التبييض، تبييض البشرة والجسم، يعني توحيد اللون، إزالة التجاعيد، إزالة التصبغات، إزالة أثر حب الشباب، يعالج حب الشباب كذلك. يعني كريم أرز الكوري الرهيب اللي يقضي لك على التجاعيد، يعطيك بشرة مثل بشرة البيبي، مثل بشرة الكوريات. لأنه مكونه بسيط جدا، عبارة عن الأرز العادي. هذا الأرز يهدئ البشرة من الالتهابات الجلدية، يرطب ويقشر، ويعطي وهجان ويحفز على إنتاج الكولاجين في البشرة. يعتبر مضاد للتجاعيد طبيعي. حتى ماء الأرز يعتبر غسول، مكون واحد، لكن فوائده رائعة رائعة للبشرة. الأرز يعني شعوب كوريا تعتمد عليه في الطبخ، في العناية بالبشرة ومكافحة حب الشباب والقضاء على التجاعيد. يعطي البشرة إشراقة ونعومة. أثبتت الدراسات أن المرأة التي تستخدم ماء الأرز على بشرتها يمنحها بشرة خالية من أي عيوب وأي شوائب، ويفوق تأثيره المستحضرات الكيماوية التي تضر البشرة. هذا الأرز مطحون الأرز، آه، فيه مادة مبيضة للبشرة طبيعية، يخلي البشرة رائعة، مثالي للبشرة الدهنية، يعالج حب الشباب، مضاد للالتهابات، يقاوم الشيخوخة، يخفف آثار حروق الشمس. وماء الأرز غسول للشعر. الوصفة الأولى عبارة عن تاخذي الأرز تطحنيه، وبعد ما تطحنيه تتحصلي على هذا مسحوق الأرز. هذا الوصفة الأولى. تاخذي ملعقتين هكذا من مسحوق الأرز، هكذا تبدأي تضيفي له بكميات متواصلة ماء الأرز. هكذا تاخذي طبعا كمية من الأرز تغليه في الماء، يعطيك ماء الأرز، تخليه يغلي مدة 5 دقائق فقط، وبعد تصفيه يعطيك ماء الأرز. تحصلي على هكذا كريمة. هذه تغسلي وجهك بماء دافئ، تفتحي المسام أو تشدي فوطة مشمخة يعني مبللة بماء دافئ يعني ساخن، تحطيها على البشرة نتاعك، تفتح لك المسام. تحطي الماسك هذا على الوجه، على الرقبة، على اليدين، أي مكان تحبي تبيضيه وترطبيه. تخليه لمدة 20 دقيقة، ومن بعد تغسليه. تغسلي بماء دافئ، ثم تعودي تغسلي بماء بارد، ومن بعد تمرري مكعبات الثلج أو ماء الورد، وترطبي البشرة نتاعك بالمرطب تاعك اليومي العادي. هذا بالنسبة للوصفة الأولى. ننتقل الآن للوصفة الثانية. الوصفة الثانية عبارة عن ملعقتين من الأرز المطحون، هكذا ضيفي لهم كذلك بصفة مماثلة ملعقتين من النشا هكذا. تحبي تضيفي ماء الورد تشمخي به النشا والأرز المطحون، أو بالمغلى ماء الأرز، نصف كأس أرز تغليه في كأس ماء. بعدين بعد تطفيله يعطيك هكذا مغلى ماء الأرز. هذا تبدأي تخلطي فيه هكذا، تتحصلي على كريم. الأرز رائع جدا، يعني شعوب كوريا تعتمد عليه في التبييض والترطيب، على بها يعني البشرة نتاعهم، البشرة نتاع شعوب كوريا رائعة لأنها تعتمد عليه. الأرز يعني ياكلوه في الغذاء تاعهم ويستعملوه في التجميل. حتى الماء الأرز يستعملوه كغسول طبيعي، يعني يعطي لهم تنعيم رائع للبشرة وصفاء، يصفي الرز، يبيض ويصفي، مشهور يعني بالتبييض. هكذا النشا والأرز المطحون. هذه الوصفة الثانية. كذلك تطبقيها على البشرة بنفس الطريقة. تاخذي فوطة مبللة بماء دافئ، تضعيها على وجهك، تفتح لك المسام جيدا. هكذا هذا المسحوق هذا تاع الأرز تضعيه على البشرة المبللة بالماء الدافئ لكي تفتحي المسام، تخليه لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك تغسليه بماء دافئ ثم بماء بارد. كما قلت لكم حبيباتي، الوصفة الأولى هي عبارة عن الماء الأرز مع الأرز المطحون ماسك، والوصفة الثانية هي عبارة عن
ماء الأرز أو ماء الورد مع الأرز المطحون والنشا. الوصفتين رهيبتين في التبييض، في الترطيب، في تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة. يعني رائعة. الكوريات يعتمدن عليه في التجميل الطبيعي. داوموا على الوصفة يوم بيوم، خصوصا العرائس المقبلات على الزواج، أو 3 مرات في الأسبوع. راح تعطيكم بياض رائع، ترطيب رائع. لكن اللي بشرتها جافة تستعمل مرطب بعده. يعني كي تغسل وجهها بعد 20 دقيقة، تدهن بماء تمسح بوجهها بماء الورد أو مكعبات الثلج، وبعد تعمل مرطب اليومي تاعها الخاص بالبشرة الجافة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفتين، ونتمنى إن شاء الله تطبقوها وتجربوها. مكوناتها سهلة، اختاروا واحدة من الاثنين رائعة للبشرة. شكرا على الدعم، شكرا على الثقة، شكرا على المتابعة والتشجيع، وإن شاء الله في وصفات جديدة. سلام حبيباتي.